صباح الفل، صباح الياسمين. نتمنى انكم تكونوا بخير يا ربي وعلى اكمل وجه ان شاء الله يا ربي. حاني تكونوا لاباس وتكونوا محققين امانيكم واللي محققتش امانيها. وان شاء الله هالعام الجديد مبروك سعيد على الناس الكل وتحققوا فيه اللي تحبوا عليه. وحاجه اخرى، تحقيق الذات وتحقيق النفس وافراز النفس راهو بالعمل. دونك خلينا نعملوا ونسعوا ونتوكلوا على ربي، اهم حاجه قبل كل شيء. وتكون ايماننا قوي وكبير في الله سبحانه وتعالى، تو نحققوا اللي نحبوا عليه. فوالا ان باس. اليوم يا ربي حني جيت وجبت لكم حياتي اليوميه كالعاده. اليوم حبيت نعمل ابينار سبناخ نورمالمون اسمه بالعربي. باش نعملو كل خبيزه. فوالا هاكا قصيتو. شوف هذايا وهالفتايت هذايا باش يعملوا لي بريسك اقل من الكاسكاس بشوي، قولوا نص كاسكاس. من بعد نجو نطلوا عليها نلقاوها قد الفنجال، يعني الكل في الكل الفتايت. لذا انا قررت اني نزيدها الابينار المعلب اللي جاي طايب بطبيعته. فوالا انا توا باش نكمل بهذيا ونحطها فوق الكسكاس تفور بالكدا. من بعد ما تذبل شوي ونحطها مع الابينار المعلب اللي قلت لكم عليه ونكمل لي زيتات الاخرين مع بعضنا. هكاك نعملوا خبيزه ان شاء الله اليوم. فطوري انا وولدي اليوم خبيزه. فوالا انا حطيتها تو بركه باش تبدا تفور. ما تنسيوش البنات تغسلوها مليح 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 مليح. انا هذه يعني هاني في نسمى في بلاد اوروبيه وما يعطوش حاجه مسخه اسبان ولا بترابها ولا بحاجه. اما كم فيها شويه تراب. وغسلتها 4 مرات. مره غسلتها عادي، المره الثانيه خليتها ترنخت، والمره الثالثه عاودت غسلتها، والمره الرابعه خليتها ترنخت وتوا شللتها وحطيتها. اما غسلتها معكتها هكا بيدي بالكدا 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 نظيف، يعني ما فيش تراب ما فيش حتى شيء. بالرغم والله العظيم يمكن مش يمكن سير رابع مره هذه نغسله ويخرج الماء بنفس الطريقه هذيا. فوالا ابار الماء اللي غسلته هكاك، يعني اللي هبط هكاك من غير الكسرونه هذه. انا حطيت الكسرونه خاطر كان ديجا منفخ نقولوا احنا، يعني خليتها ترنخت ورجعت لها. فوالا نوصيكم بالنظافه، ثم النظافه ثم النظافه سيرتو في الماكله. انا حطيت الخله هاكا لون تبدل ديجا. تو باش نضيف عليه البينار نتاعي. فوالا البينار ما قلت لكم راهو شفتوا الكاسكيت قدام عند التدريب. هاي الزيت هذا وباش يزيد يتقلى. هذا هو البينار. نخليه يتقلى مليح مليح ونضيفوا عليه اللي نحبوا عاد طماطم فلفل هريسه عربي ثوم. انا باش نزيد طماطم وشويه هريسه عربي وشويه فلفل احمر هكا هو. ما نحبش برشا انا اللي زيت في الماكله. فوالا انا البنات هوني راكم تشوفوا كميه الطماطم اللي زدتها مش برشا، مع شويه بركه هريسه عربي حتى حاره برشا، ومع شويه الفلفل هذونا اللي تشوفوا فيهم هكا. تو نخلطهم مليح مع بعضهم ونخليها تغلى هكا شوي. فوالا اصبروا وحدكم ما سمعتوش الحس هذايا، فهمتوا؟ هذاك هو اللي عنده صغير يفهم. فوالا والله طلعت فيها ريحه مش نورمال ونديري خبيزه. هذا فطور اليوم نودكم وننشهيكم بيان سور. هذه جلبانه خضراء انا نشري فيها معلبه، ما نكذبش عليكم ما نجمش نعملها في الدار كل شيء. نشري فيها معلبه ونعاود نمصمصها شويه ونعاود نحطها تغلى شوي بيان سور. ومن بعد نعمل فوق منها شويه زيت زيتونه وكعب فورماج. انا هاني نسيت كعب فورماج، هاني ذكرتها تو من بعد الفيديو باش نعملها بيان سور. فوالا قلت لكم جلبانه طوماط كوردون بلو اي مايس. فوالا هذه ننصح بها كل امراه حبلة وعندها سكر الحمل او حتى الحامله للسكر من غير حباله. يعني تنجم تاكل
كل يوم هذيا مع الوحده اللي عملناها مع بعضنا، الخبيزه اللي هي بالابينار عملتها انا، وشويه بصل خليته تقلى كيف ما شفتوا، ومن بعد ضفت عليه شويه بركه طماطم وشويه بركه هريسه عربي وشويه فلفل احمر وشويه بركه ملح. انا ما نحبش برشا ملح زاده. وهوني عندي شويه سلطه مشويه من البارح باش ناكلها زاده كيف كيف اليوم اخرها. فوالا هوني عندنا خبز انواع البنات، حتى الريجيم تنجموا تاكلوا هذا كله. فوالا عندنا خبز هوني كومبلي سون سكر، وعندنا هوني المبشمة نقولوا احنا هذايا من سون سكر زاده، وعندنا هوني الخبز هذا يا ربي حني با دي سيغل. فوالا با دي سيغل هذايا ترونشيت مقصوص. فوالا تنجم تاكلوا اي امراه حبله او حتى من غير وعندها داء السكري، او اي امراه يعني امراه كبيره في العمر شوي وعندها مرض السكر تنجم تاكل هكا، يعني ماكلتها تكون انديري ريجيم. اما هاي برش. فوالا انا مانيش نكمل هذا الكل في نص نهار، بيان سور ناكل شويه ونخلي من بعد شويه في العشيه مخر. حاجه اخرى نوصيكم عليها البنات، سيرتو المراه الحبله والمراه اللي عندها داء السكر او الرجل، انتبهوا برشا على صحتكم، وسيرتو سيرتو سيرتو ما تنساوش الماء ديما تشربوه الماء. وعندكم الجي هذايا سواء تحبوه بالسكر فيه 30% بار اكزومبل تاخذوه بالسكر نورمال، سواء سون سكر. يعني انا فيه 30% بركه سكر، اما بدلت باش نعاود يعني باش ناخذ اوريزمون الاخرانيه، يعني الكيس هذا الاخراني في الدبوزه. اما هاني خديت واحده اخرى هذيا سون سكر، سون سكر اجوتي، يعني اللي يحب يزيد يضيف. انا مانيش مش ناجوتي بيان سور. كيف ما قلت لكم يصلح الاكل هذا سيرتو الخبز للريجيم، والا يصلح للمراه الحامله للسكر وهي حبله بيان سور، والا يصلح للمراه او الرجل اللي بطبيعته عنده داء السكري ياكل سيرتو ركزوا على الخضره. راه والله كان تكملوا هكا راه تنجموا يعني بسهوله انكم تنساو العجين. فوالا سيرتو الخبز نحو عليكم الباجيت والخبز السمين والابيض بالفرينه وكالرقاق وكل الشاي هذاك كله نتاع الديار نحو عليكم. انتبهوا لصحتكم. ها الخبز هذا كيف ما قلت لكم عرضته عليكم، ونعاود لكم هذا با كومبلي اسمر، هذا نقولوا احنا بوشمار. فوالا هيك تنوريكم الوحده. مانيش عارفه كان ثم منه في تونس ولا لا، ما نعرفش، ما نكذبش عليكم خاطر انا ما سكنتش في تونس. هاكا سون سكر بيتي با غري، يعني مبشمة نقولوا احنا. فوالا وتاكلوا حتى خبز شاي هذايا بنين باهي وبنين مش نورمال ولا العظيم. وهذا كيف ما قلنا باد الساقل ترونشي تنجموا تاكلوا منه للجميع يعني الامراض، والا وحده تحب تعمل ريجيم كيف ما قلت لكم ولا اللي هي. فوالا هذايا ختام اليوم، وان شاء الله نرجع لكم باكلات صحيه جديده. انا حابه نعمل ريجيم وربي واصل بسلام. فوالا سلام.